استنى يا مصري قبل ما تقفل الفيديو، استنى بس ما تقفلش الفيديو. في سؤال خطير لازم يتسأل وبصوت عالي وبصوت عالي جدا. ازاي مواطن مصري يصحى في يوم يكتشف ان في خطوط محمولة متسجلة باسمه والرقم القومي بتاعه وهو اصلا ما يعرفش عنها حاجة؟ اقسم بالله ما يعرف عنها اي حاجة نهائي. مين سجل الخطوط ده سؤال بيطرح نفسه. وازاي اتجبرت البيانات؟ ده سؤال تاني بيطرح نفسه. وفين الرقابة اللي المفروض تحمي بيانات المواطن المصري؟ فين الرقابة دي؟ راحت فين الرقابة؟ وفين وزارة الاتصالات اللي كلها بتطرح في عقول كل المصريين؟ وفين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟ احنا مش بنتكلم عن رقم تليفون وخلاص، لا لا لا، الموضوع مش رقم تليفون، احنا بنتكلم عن اسم المواطن ورقمه القومي وبياناته الشخصية. والاخطر من كل ده، ركز في كلامي كويس، الاخطر من كل ده، هل المطلوب من المواطن انه كل شوية يفتش ورا اسمه ويكتشف بنفسه اذا كان في خطوط اتسجلت باسمه ولا لا؟ دي من حقنا يعني؟ دي المفروض نعمل كده؟ النهارده مش جاي اقول لك بس تعمل ايه، ده انا النهارده جاي اسال السؤال اللي لازم يتجاوب عليه. السؤال ايه اللي لازم يتجاوب عليه؟ الخط ده اتسجل باسم المواطن ازاي؟ من الاساس اصلا، من الاول اساس سجل باسم المواطن ازاي؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. يا جماعة الموضوع المرة دي مش مجرد خط تليفون زيادة ظهر باسمك وخلاص، لا، ده الموضوع كبير. احنا بنتكلم عن حاجة اخطر من كده بكتير. مواطن يفتح تطبيق رسمي تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اسمع بس معايا وخليك معايا لاخر الفيديو، ويكتشف ان في ارقام محمولة متسجلة بالرقم القومي بتاعه، يعني ببطاقته الشخصية، وهو بيقول بكل وضوح انا ما اعرفش الارقام دي ولا اعرف مين استخدمها. طب هنا السؤال اللي بيطرح نفسه لازم يتسأل بجد، ازاي ده حصل؟ ازاي مواطن ما راحش اشترك في خط وما يعرفش عنه حاجة نهائي وفجأة يلاقي الخط موجود باسمه؟ ازاي؟ في منظومة شركات الاتصالات، ومين سجل الخط ده اصلا؟ ومين راجع بياناته؟ مين راجع بيانات المواطن اللي تسجل خط باسمه؟ ومين سمح ان الرقم القومي يتحط على خط صاحبه بيقول انه ما يعرفوش؟ وهنا انا مش بتكلم عن شركه بعينها، لا 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 لا، ولا بتهم موظف بعينه، حاشا لله. انا بتكلم عن منظومه كامله المفروض يكون فيها رقابه ومراجعه وحمايه لبيانات ملايين المصريين، لان الرقم القومي مش مجرد ورقه عاديه، ده يا رب ده رقم مرتبط بهويه المواطن المصري. وممكن تسجيل خط باسم شخص من غير علمه يفتح عليه باب مشاكل كتيرة هو في غنى عنها. والسؤال الأهم اللي بيطرح نفسه، فين الرقابة؟ وفين الإجراءات اللي تمنع ان ده يحصل من الأساس أصلا؟ وفين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الموضوع ده من الاساس؟ الموضوع ده بقاله 3-4 ايام منتشر على السوشيال ميديا والناس بحالها بتتكلم. هل المطلوب من المواطن كل شويه يدخل يفتش ورا بياناته ويكتشف بنفسه اذا كان في خطوط اتسجلت باسمه ولا لا؟ هل من حقي اعمل كده؟ كل شويه افضل اروح الشركات؟ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفسه موفر خدمه اسمها ارقامي على تطبيق معين الناس كلها عارفاه، علشان المواطن يعرف الخطوط المسجله باسمه ولا اللي مش مسجله باسمه. طيب لو الخدمة دي بتكتشف للمواطن ان في خط مش بتاعه، السؤال بقى مكتوب باسمه بس مش بتاعه ما بيستخدموش، السؤال بقى الخط ده وصل لمنظومة التسجيل ازاي؟ من البداية اصلا كانت فين الرقابة من البداية؟ دي النقطة اللي محتاجة اجابة واضحة وصريحة ورؤية العين. ان مش بقول ان كل ده حالة، يعني حالة معناها تزوير، لا، وممكن يكون في اسباب مختلفة لكل حالة. لكن لما مواطن يقول ان في رقم متسجل باسمه وهو مش عارفه، يبقى لازم الموضوع يتفحص بجد، ولازم وقفة بجد، لان خطر على كل مواطن. ولازم المواطن يعرف مين سجل الرقم وامتى وبأي مستندات، لان ببساطة المواطن مش المفروض يدفع تمن خط هو ما طلبهوش. المواطن مش المفروض يفتح تمن خط هو ما طلبهوش، ولا يشيل مسؤولية حاجة هو ما عملهاش. وعشان كده ركز معايا في الفيديو ده بالظبط. لو عمرك ما راجعت الخطوط المسجلة باسمك، راجعها تاني وتالت على برنامج ارقامي، مش عشان تخاف، لا لا لا،
مش عشان تخاف مني، عشان تعرف حقك كمواطن مصري في مصر، الدولة الكبيرة، الدولة العميقة، الدولة الجميلة، الدولة اللي بتحافظ على خصوصيات المواطن. ولو لقيت رقم مش بتاعك روح للشركة واستعلم رسميا واتخذ الإجراءات المناسبة. لو المشكلة ما تحلش تقدر تصعد شكواك ليه؟ شكوتك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي النهاية، في نهاية الفيديو، السؤال مش بس عندك انت كم خط باسمك، لا، السؤال مش عندك انت كم خط باسمك، لا، السؤال الحقيقي لو لقيت خط مش بتاعك، مين اللي سجله وازاي يتسجل وحصل امتى وازاي، ومين المسؤول عن ده انه ما يحصلش من الاساس. ده السؤال اللي بيطرح نفسه اللي في اخر الفيديو. وانا حبيت اوضح بس في الفيديو عشان الناس تاخد بالها وما تسكتش على الموضوع ده وتفهم وتتخذ اجراء قانوني.